القصه ديال اليوم على اخطر مزورين ديال الفلوس دازوا على مر التاريخ. ارثور وبالدوين في ميريكان فيلادلفيا عرفت اخطر عمليه ديال التزوير في 1897، والتزوير ديال الدولار، وما وقفوش هنا، هزوا دوك الفلوس وداوهم من البنكه، والبنكه ما دات ما جات. هاد القصه عامره تشويق، هاد القصه عامره احداث. دير معاك جيم وركز معايا حتى الاخر باش نستمتعوا جميع. يلا. عمليه التزوير بين جاكوب وبين بالدوين. جاكوب وبالدوين كانوا خدامين عاديين في الطباعه ديال لي تامبر، دونك عندهم اكسبيريونس في الطباعه. هما يتلاقاو بواحد الرجل الاعمال هو اللي قال لهم علاش ما نديروش واحد المطبعه ونخدموا فيها جميع، وهكا تقدروا ديروا الفلوس، وهكا يعني تحيدوا من الوظيفه. طبيعه الحال الا جا شي واحد رجل اعمال واخا كان مخلوط، ولكن جا وعطاك فكره بحال هذه، وانك غادي دير واحد المشروع ديالك وغادي دير واحد البروجي كبير، يعني راه ما غاديش تزقل هذه الفرصه هذه وغادي توافق. هذا الشيء بالضبط اللي دار بالدوين، وافقوا على حساب هذا المشروع هذا. هنا مشى السيد وراهم البلاصه فين غادي يبنيو هذيك المطبعه، وراهم لي بلان ديال ديك المطبعه، وقال لهم نتوما غتاخذوا النص وانا غادي ناخذ النص. من طبيعه الحال يعني وافقوا، وعارفين ان المطبعه في ذيك الوقت كانت يلاه بانت، وبانهم غيصوروا الفلوس بزاف. وحنا كنهضروا على 1897. في 1897 يعني كانوا المطبعات قلالين، وكانت الدوله الواعره يلاه كتملك 4 المطبعات ولا 5 المطبعات. دونك هنا كان احسن بروجي هو انك دير مطبعه. هنا وافقوا كما كنقولوا على حساب هذه المطبعه هذه. واحد فيهم ميكانيك والاخر كان فنان في الرسم. غادي تقولوا لي اشنو علاقه الميكانيك بالتزوير واشنو علاقه الفن بالتزوير. السيد اللي كان ميكانيك كان كيدير ميكانيك ديال لي ماشين ديال صناعه التمبر، وهكا كانت عنده تجربه، وكان عارف الخبايا ديال الماكينه اللي كتصنع التمبر، وكان واحد التقارب ديك الساعه، ولا ما كانش فرق كبير ما بين التمبر وما بين الفلوس. دونك هنا عنده اكسبيريونس، وما قالش لهم بانه غيخدم معاهم في المشروع ديال التزوير، ولكن قال لهم غنديروا غير مطبعه وغنبقاو نطبعوا الجرائد وغنبقاو نطبعوا الكتبه، وهكا غادي ندخلوا الفلوس بزاف. نتوما بجوج ديو النص وانا غادي ندي النص. من طبيعه الحال وافقوا عليه سالات المطبعه، شراو لي ماشين ديال المطبعه. قال لهم اجي نمشيو لواحد المتحف راه فيه واحد المطبعات قدام، باش هكا دوزوا واحد الفورماسيون على لي ماشين باش تزيدوا تكتسبوا خبره. من طبيعه الحال هنا نمساو لذاك المفتح، وذاك المفتح كان بحال الا قلتي واحد اليوم وطني. كان بنادم اللي جا كيدخل وكيشرحوا ليه كيفاش الفلوس كانت كتصنع وكيفاش دوك الماكن كانوا كيخدموا. ومن طبيعه الحال ما غيعطيوش لي ديتاي ديال لي ديتاي، ولكن كانوا كيعطيو داك الشيء يعني بشكل سطحي. ها كيفاش كتصنع الفلوس، وها الماكينه كيفاش تدير الفلوس تخرج. مع التجربه اللي كانت عنده في لا ميكانيك زاد نفعته هاد الفورماسيون هذه اللي خدا من هاد المتحف. هنا جلس معاهم وقال لهم انا راه هاد المطبعه ما درتهاش على ود الجرائد وما درتهاش على ود الكتبه، انا درتها باش نزور ونصنع الفلوس، وماشي تنقصدوا بالتزوير، كنقصدوا بصناعه الدولار. قال لهم انا باغي نصنع الدولار وغادي نمشي به بوجه احمر، يعني ما كاينش اللي غادي يعرف. قالوا له ودي راه ما يمكنش، راه داك الشيء داخل فيه بزاف ديال اللعيبات، وراه ما يمكنش تصنع الدولار كيف ما هو. قال لهم نتوما قادرين انكم تصنعوه، ها لي ماشين اللي عندكم، وبالتجربه اللي عندك انت في لا ميكانيك راه غتقدر تحول لنا هاد الماكينه واخا ديال لي تامبر، غتقدر تحولها لينا الفلوس، وغتقدر تحول لنا هذه ديال الطباعه وديال الكتوبه الفلوس. انت راك مهندس، واي حاجه بغيتيها واي حاجه بغيتي دير تيست انا قادر نمولك حتى تنجح العمليه. طبيعه الحال هنا وافقوا، حيت هو عنده السيوله وعنده الفلوس وغادي يصوفيهم ديال بصح. بقاو تيشوفوا كيفاش غيقدروا يصنعوا داك الدولار. مشاو تيقلبوا على الماده الخام، على داك الكاغيط باش انه يطبعوا عليه الدولار. بقاو تيقلبوا ما تيلقاوش، تيلقاو واحد شبيه به ولكن ما لقاوش الكاغيط ديال الدولار. كان صعيب انك تلقاه، كانوا مخلطين فيه بزاف ديال المواد باش خارجين هذاك الكاغيط ديال الدولار. هنا فكروا واحد الفكره جهنميه، هو انهم يهزوا ورقه نقديه من فئات $1 ويحاولوا يغسلوها بالاكسجين ويحاولوا يمسحوها حتى تولي عندهم الورقه، وديك الساعات غيطبعوا فيها المبلغ اللي بغاو، وغيقدروا يطبعوا فيها $100. وهذا الشيء بالضبط
اللي داروا بقاو تيشدوا الفلوس وتيغسلوه ديال $1 وتيطبعوا فيهم $100. وهذه هي الفكره علاش دابا الفلوس ما بقاوش مقادين. شحال هذه راه كانت 400 قدا قد 4000، وكان الفريال قد 4000، وال100 درهم كانت قد 4000. هذا الشيء بالضبط علاش هما ولاو تيديروا 400 صغيره وال50 درهم صغيره على ال100 درهم، وال100 درهم صغيره على 4000، والفلوس ما عندهمش نفس الابعاد وما عندهمش نفس المساحه. هذا الشيء بالضبط اللي فكروا فيه هما ديك الوقت. كانوا الفلوس تقريبا بحال في الحجم وفي الشكل، كان المشكل غير في الطباعه. وهذا الشيء باش هما استغلوا هذه الظرفيه هذه بالضبط، وكيشدوا الفلوس تيغسلوها وتيطبعوا فيها $100. المشكل ماشي هنايا، المشكل هو انه تفكر واحد المعلومه عطاها ليه هذاك السيد اللي دوز عنده الفورماسيون. قال له راه الطباعه اللي كتكون في الفلوس راها كتدخل لقلب الورقه. دونك هنا فاش تيمحيو هذوك الفلوس تيبقى ليهم الخيال ديال $1، وداك الواحد كيكون كبير ماشي هي $100، ماشي هو الواحد ديال 100. دونك تيبقى معيق، واخا كيطبعوا فيه كيبان الفرق. دونك اي واحد راه يقدر يشد يضربها بشي بيل ولا شي حاجه غادي يبان ليه بانه بصح هادو راهم محيدين $، وكاتبين 100 وزايدين دوك الطباعات الاخرين ديال $. فكروا واحد الفكره جهنميه بان داك المداد تيدخل القلب ديال $. فكر انه يقسم على 3 داك $، ومشى معاه هو مهندس وجاب واحد لي ماشين اللي بحال الزيزوار كتقشر $، ل3. القلب ديال الورقه تيبقى بوحدو، وهاد الجهه كتبقى بوحدها، وهاد الجهه كتبقى بوحدها. دونك هاد الجهه وهاد الجهه قادرين انهم يمسحوها وكتولي بيضاء وما كيبقى فيها حتى شي حاجه. ولكن داك المداد اللي في القلب ديالو هو اللي ما كيبغيش يتحيد. هنا لقاو شي ماده اللي ما عرفتش بالضبط السميه ديالها، وتيخلطوها مع الغبره ديال الرز وتيديروها بين الاوراق وتيرميو دوك الاوراق في الرز، وهكا كيتجمعوا هاد الاوراق وما تفرقش ما بيناتهم. الفلوس يعني جا السيد داك الرجل الاعمال اللي عطاهم الفلوس وشاف دوك الفلوس قال لهم هاد الفلوس راه ما كاينش شي واحد اللي غادي يعني بلا ما ديروا هاد الطحين وبلا ما ديروا هاد الشيء راه ما كاينش شي واحد اللي غيشوف هاد الواحد. قالوا ليه ودي راه ما يمكنش نخليو الفلوس هكا، راه غنحيدوا داك القلب، خلينا نخدموا خدمتنا وحنا كنعرفوا اشنو تنديروا. بصح هاد العمليه صدقات ليهم وهزوا واحد المبلغ ديال الفلوس وداوه لدار السكه ديالهم اللي عندهم في ميريكان وصرفوا لهم دوك الفلوس، وبصح ما داو ما جابوا في هذوك الفلوس. يعني ما كاينش فرق، هذا ماشي تزوير، هذه صناعه $، ما كاينش فرق. جا جاكوب اللي عند صاحبه قال له راه قبطوا عندي الفلوس وراه بصح دوك الفلوس راه ما داو ما جابوا. كيف ما اي واحد كيضرب شي هميزه في القمر ولا كيضرب شي تسنصيره ولا كيدير شي حاجه، اول حاجه كيفكر فيها هو انه يمشي يعيش الحياه. سدوا ديك المطبعه ومشاو كيعيشوا الحياه بهذوك الفلوس اللي صرفوا. هكا جا داك رجل الاعمال لقاهم راهم سادين ليه المطبعه وقال انا اصلا عندي الروشيرش وانا مخلوط، وإلا مشيت دعيتهم راه هكا غادي نجبد النحل على راسي، وهذا الشيء فريمون اللي كنديرو حنا راه غير قانوني. خلاهم انهم يمشيو فين ما بغاو، مشاو دوزو داك الفاكونس ديالهم وهما يرجعوا. واحد السيد مشات دارت عنده هذيك الفلوس ديك $100 دارت عنده وخلاها في واحد البيرو ديالو وخرج عيط ليه جا تليفون وخرج ومشى. هذيك $100 ضربات فيها الشمس وهي تكشف واحد شويه، داك المداد كشف واحد شويه. وهذاك السيد كيخدم بونكي هنا شك بان راه بصح ديك $100 راه مزوره. واحد الفلوس تيغسلوا بهم $، وتيشوفوا واش بصح يعني هذه اخر تيست واش مزور $، ولا ما مزورش. واحد البرودوي تيغسلوا به الفلوس وتيشوفوا واش بصح كاين شي تغيير على داك المداد ولا ما كاينش، واش كاين تغيير على داك الكاغيط ولا ما كاينش. فاش داروا البرودوي ديال الكاغيط واش هو هذاك فري ولا ماشي فري، ما كانش عنده تاثير، يعني داك الكاغيط فري ولكن راه المداد كشف. هنا شدوا هذاك البرودوي وخلطوه مع واحد البرودوي اخر وخلاو فيه ديك $100 بات، مع فيها شويه ديال الطحين ديال الروز وفيها واحد المواد اللي تتحلل يعني بالماء وكتحلل بالبرودوي شيميك واحد شويه وهو يتحللهم هذيك $100. هنا عرفوا بان بصح راه هذيك $100 راها مزوره. باش انهم يعرفوا شكون مولا هاد الفعله هادي ومولا هاد اخطر عمليه ديال التزوير دازت على مر التاريخ، قدروا انهم يحللوا السيري ديال داك $، اللي طبعوا، حيت هما كيرجعوا السيريات اللي كانوا في الاولين. عرفوا بان راه
فيلادلفيا راه هي تما ديك البلاصه فين كانوا دوك الدولار اللي كان ناقص، راه تما كيفاش كان ناقص. دونك راه هنا فين مزور هذا الدولار هذا. مع بقاو كيبحثوا وبقاو كيسولوا كيكتشفوا بان اكبر مطبعه، وبان المطبعه اللي غيقدروا يشكوا فيها، وبان فاش داروا البحث المخابرات عرفوا بان الناس اللي كانوا خدامين في لي تامبر عندهم اكسبيريونس، وبانهم مشاو دوزوا واحد الفورماسيون على الفلوس في البلاصه، جبدوهم وعرفوهم بانهم هما بصح اللي زوروا الفلوس. هاد الناس اذكياء، هاد الناس يعني خطر وخطر بزاف. جاو تيقلبوا عليهم وبصح جاو للمطبعه ولقاوهم، واخا ما لقاوش شي دليل القاطع بانهم هما اللي كيزوروا الفلوس، شدوهم وداروهم في الحبس كما كنقولوا، شدوهم وحبسوهم. هنا دخلوا معاهم كما كنقولوا الفلوس باش انهم يحيدوا التهمه عليهم. جا عندهم المحامي قال له شوف حاول دير لنا غير الاستئناف، حاول تعطينا غير واحد المده ديال الوقت. وكنقول لك هاد الناس راه ذكيين لواحد الدرجه ما تصورش. عطينا غير واحد المده، حنا غنديروا الحل لروسنا وغادي نخرجوا من هذا الاعتقال هذا. صيفطوه قالوا له جيب لنا دوك الفلوس اللي راهم مزورين، جابهم ليهم وهما بقاو تيصرفوهم في الحبس وكيديوهم للحانوت ديال الحبس، وبقاو تيدوروا مع الميناج وتيدوروا مع الناس اللي خدامين تما. هذوك الناس كيخرجوا دوك الفلوس على الحبس واحد شويه، وعاودوا تكتشفوا بان راه دوك الفلوس راه مازال الفلوس كاينه، وبان كاين واحد السيد اخر اللي راه مزور الفلوس. هنا السلطات شكات وقالت كيفاش حنا شدينا هاد الناس ومازال هاد الفلوس المزوره كدور في السوق. دونك راه حنا ظالمين هاد الناس، راه خصنا نطلقوهم حتى نلقاو بصح المجرمين الحقيقيين اللي كيطبعوا هاد الفلوس. هنا حاولوا يطلقوهم ولكن هما كما كنقولوا هنا تغابوا شويه. السلطات واخا تلقاتهم بقات حاضياهم، والمخابرات بقاو عاسين عليهم حيت عارفين وشاكين بان يقدروا يكونوا هما، والا كانوا هما راه ما باغينهمش يتلاقاو مع الناس باش ما يعطيوهمش هاد المعلومات كيفاش كيديروا يصنعوا الفلوس وباش يصنعوا الفلوس. هنا بالليل تلقوهم مشاو كيجريو للمطبعه باش يهزوا دوك الفلوس اللي كانوا باقيين، وجاو ولقاوهم في المطبعه ولقاو راه مازال عندهم الفلوس. وهنا قدروا يشدوهم وقدروا يعرفوا بان هما اللي خرجوا الفلوس من الحبس، وهنا شدوهم وحكموا عليهم، وكانت في حقهم اقصى العقوبات الحبسيه، حيت هكا كانوا كيتذاكاو على البوليس وكانوا يعني ما خصهمش يخرجوا، وهاد الناس ما خصهمش يتلاقاو بالناس حيت غيرجعوا غيقلبوا على شي فكره اخرى وغيقدروا غادي يصنعوا الفلوس. وحكموا عليهم بالمؤبد، واحد انتحر ومات، والاخر دوز 14 عام ديال الحبس ومات، وما كانوش غيطلقوهم واخا تحول لهم الحبس المحدد، ما كانوش غيقدروا يطلقوهم، وبحال هاد الاشخاص راه ما غيخليوهمش يخرجوا. انتهت القصه ديالنا. دير معاك جيم وبارطاجي معاك لا فيديو.